يا مساء الخير. حلقة جديدة بعنوان هو الحكم دوره إيه غير إنه هو يحمي اللاعيبة من الإصابات أو من التدخلات العنيفة على غرار فوز نادي الزمالك على نادي طلائع الجيش، والمباراة اللي كانت بالأمس واللي انتهت لفوز الزمالك ب3 مقابل هدف لنادي طلائع الجيش. إلا إن شفنا من بداية المباراة تدخلات عنيفة جدا 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 على خوان بزيرا لاعب الزمالك البرازيلي. خوان بزيرا وشفنا له أكتر من مباراة عمل كده في تدخلاته. أحمد كوكا لاعب نادي الأهلي في مباراة القمة واللي انتهت بفوز النادي الأهلي، واللي كله كان فاكر إن كوكا حط خوان بزيرا في جيبه زي ما البعض أو السوشيال تداولت الخبر بالطريقة دي. لكن هنشوف إن أكتر من مباراة بعد الأهلي اللعيبة اللي بتمسك خوان بزيرا المساك الخاص بيه بيكون متعمد جدا الدخول بطريقة للإصابة، الدخول بطريقة مش محسوبة بالعقل ولا أي حاجة، إلا إن التدخل بيكون قوي جدا جدا. وأكثر من لاعب في نادي طلائع الجيش امبارح دخل تدخل صعب جدا جدا على إخوان بزيرة، إلا إن الحكم المفروض هنا دوره لايك واشتراك في القناة وكمل معايا الحلقة للآخر، ودعوة لإخواتنا الذين في السودان بأن ربنا يكون كاتب لهم فرج قريب إن شاء الله. إن هو يدي لاعب منهم إنذار، مش هقول لك كل اللعيبة، لكن دور الحكم هنا إن هو يدي لاعب منهم إنذار. اللي إن شفنا الحكم شاهد ما شافش حاجة، موجود ومش موجود، الحكم ما تكلمش كلمة واحدة. حتى ما شفناش الحكم بيهدف اللعيب، ما شفناش الحكم راح وقال للعيب لو عملت كده هديك انذار، ما شفناش اي حاجه من كده. اللعيبه كملت زي ما هي وتدخلاتها العنيفه، الا ان اتصاب خوان بزيرة وطلع من المباراه. طلع من المباراه والاصابه اللي اتصابها اتحسبت خطا لصالح نادي طلائع الجيش. يعني اتصاب والخطا لصالح نادي طلائع الجيش. انت تقدر تحسبها يمين تقدر تحسبها شمال، هو الحكم ليه عمل كده وليه ساب اللعيبه لحد ما خوان بزيرة اتصاب. الزمالك قدم مباراة تاريخية أو مباراة حلوة من ناحية المتعة، لأن الزمالك لما بيكون فايز والدنيا مرتاحة معاه بنشوف مهاراته وبنشوف حلويات كده، ومدرسة الفن والهندسة بتشتغل من تاني، وبنشوف الزمالك بكورة حلوة في الملعب. إلا إن الزمالك ينقص بعض الرتوش، وهي إيه؟ مازال الزمالك هو الزمالك، مازال اللعيبة هي اللعيبة، مجرد ما بيجيبوا هدف عايزين يناموا عليه. والفكر ده جالهم من يانيك فيريرا اللي هو بيجيب الهدف ويلعب دفاع، ما بيبقاش فيه هجوم، رغم ان انت نادي الزمالك النادي الكبير اللي المفروض الفرق قصادك هي اللي تدافع، الا ان الزمالك بلعيبته مصمم على نفس التكنيك اللي سابه المدرب الراحل البلجيكي يانيك فيريرا، وهو انك بتنام على الهدف. وشفنا ان الزمالك نام على الهدف الاول، لكن في الشوط الثاني ومن بداية الشوط الثاني هدف ثاني وهدف ثالث، لكن برضو الزمالك مصر على ان هو بيدافع بيقفل من نص الملعب. مش كده، مش هي دي، لكن الزمالك صمم وكرر نفس الحوار والكرة مش بتطلع. يعني انت كابتن احمد عبد الرؤوف كل الدعم ليك طبعا، زي ما حياتك الجمهور، العب كورة ما تشيلش هم احمد عبد الرؤوف، كل الدعم. كان الزمالك محتاجين ان احنا نشوف بطريقة هجومية اكتر من كده، لانه الزمالك فريق كبير بما تعنيه الكلمة من معاني، مش الزمالك اللي يجيب هدف وينام عليه لاخر المباراة، ولا الزمالك اللي هو يفوز فيفضل متكتل في المنطقة الدفاعية. والتكنيك ده فضل بيه الزمالك لحد ما الزمالك جاء في هدف ليه لما فاق. طيب انا ليه هستنى كل مباراة انه يجي فيها هدف؟ مش ممكن ان اللعيبة او الفرقة اللي ضدي لما تجيب هدف فيا يرجع الروح عندها وتلعب بصورة اكتر من كده وتخليني انا في صورة وحشة؟ مش ممكن تمسك الكورة وتخلي لعيبة الزمالك تتوه وتتضايق، واول ما اللعيب بيتضايق وبيتوه في الملعب مش عارف يقطع كورة ومش عارف يعمل اي حاجة، فبنشوف اللعيب بطريقة مش حلوة. جايز، كل شيء جايز. كمان عندنا تعادل النادي الاهلي مع المصري البورسعيدي، والنادي الاهلي عمل مباراة حلوة في الشوط الاول،
النادي الأهلي عمل مباراة حلوة في الشوط الأول. الأهلي عمل مباراة من المباريات اللي بتحبها جمهوره، ولكن وقف عنده إن هو ما عندوش مهاجم. جراديشار مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بيضيع فرص، والجون فاضي بيضيع فرص، وقدامه باص بيضيع فرص وهو المفروض يسدد. بيغير طريقة اللعب وقت التسديد، بيباصي وقت ما هو لازم يسدد. بيعمل حاجات غريبة في الكورة جراديشار. وجراديشار من الأخبار اللي صار وغير صار الجمهور الأهلي إن هو هيمشي قريب جدا من النادي الأهلي، هو كام لعيب. خليك معايا في الفيديو للآخر وهتعرف مين الراحلين عن النادي الأهلي. وعلى غير جراديشار، أحمد سيد زيزو. أحمد سيد زيزو وللأمانة وللصدق هو ما جاش المباراة دي. ما شفناش أوفر، ما شفناش باص استثنائي من زيزو، ما شفناش أي حاجة مختلفة، يعني البساط العادية، الأوفر العادي جدا، أو ما شفناش منه أي رفعة كورة حلوة من الكل مستنيها من زيزو. حتى الحاجة اللي هو متمكن فيها ما تمكنش فيها، وضيع فوز وضيع 3 نقاط على النادي الأهلي، وهي إهدار ركلة الجزاء. أحمد زي زيزو هو كل الحكاية عنده إن هو عنده ثقة زيادة. غير الثقة الزيادة، هو في النادي الأهلي ما عندهوش بديل، أو ما عندهوش البديل القوي باسم زي اسمه، أو ما عندهوش بديل مشابه للعبه، فممكن ما يضمنش إن هو يلعب. لأ، فدي عاملة له أزمة. الأزمة هي إيه؟ إن هو عنده ارتياحية، اللي هو كده كده أنا هلعب، فأعمل اللي أنا عايزه وكده كده هلعب. فاللي حصل من زيزو ده متوقع جدا. كمان زيزو ضربة الجزاء كانت بسببه، والمعروف إن اللعيب ضربة الجزاء من سببه إذا كان بيكون في توتر أو بيكون في عدم تركيز، فكل اللي بيتعمل إنه مش هو اللي بيسدد، إلا إن المدرب خلاه هو اللي يسدد، لأنه أكيد هو رقم واحد في المسددين لركلات الجزاء. لكن زيزو ضيعها وضيع فوز على الأهلي كان هيفرق معاه، وضيع 3 نقاط على النادي الأهلي. من اللعيبة اللي هي هتمشي في نهاية الموسم أو هتمشي في يناير القادم اللي هو قريب جدا إن شاء الله، هو محمد مجدي أفشة. اللاعب اللي هويته انتهت رسميا، انتهت منذ القاضية. يعني محمد مجدي أفشة من اللعيبة اللي هي في لعيبة كده بتعمل اسم مع لقطة، أو اسم في مباراة أو اتنين أو تلاتة أو موسم وخلاص بتخلص كورة. محمد مجدي أفشة للأسف هو من اللعيبة دي، واسمه خلص مع القاضية ممكن. وأصبح مجدي أفشة لاعب غير مؤثر، ولاعب مش بيقدم الكرة اللي الكل مستنيها منه. لكن هي القاضية كانت ليه، وبعد كده خلاص خلص محمد مجدي أفشة. رغم إنه اللاعب قبل القاضية ممكن كنت بتشوف منه أكتر من كورة حلوة، إلا إن اللاعب بعد القاضية أصبح مفيش محمد مجدي أفشة. اللاعب مش بيشارك ومش بينزل تبديل حتى، إلا إن اللاعب بيطلب الرحيل عن النادي الأهلي لعدم المشاركة. ما كده كده الأهلي هيمشيك، يعني أنت بتطلب وأنت أصلا مش مقدم حاجة، أنت اللي زعلان. ده النادي الأهلي بجمهوره هو اللي زعلان منك. فالنادي الأهلي من الأسماء والاسم الثاني اللي راح للنادي الأهلي خلال الموسم ده والموسم القادم بالكثير هو جراديشار، والثاني محمد مجدي أفشة صاحب القاضية. ممكن 2 لعيبة كمان هيرحلوا عن النادي الأهلي، لأن هم برضو نفس الفكر ونفس الهوية، اللي هو خلصوا كل حاجة تخص الكورة. وهو الأول اسم الكل يستغرب عنه هو طاهر محمد طاهر. واللاعب طاهر محمد طاهر خلصت هويته مع النادي الأهلي، يعني زي ما بتقول قدم كل اللي عنده وخلص. هي كل حكايته مع النادي الأهلي إن اللاعب بيعرف يتكلم أكتر من لغة، فالمدرب بيرتاح له، بيعرف يتكلم، بيعرف تعليمات المدرب بصورة أسهل من دون مترجم، أو بيعرف يتحاور مع المدرب أكتر، فهو بيبقى قريب لكل مدرب بيجي للغة اللي هو مكتسبها.
فالمدربين كلها بتحب تلعبه لأنه مريح بالنسبة لهم، هو الأسهل في سماع الكلام، في تنفيذ التعليمات، في كل حاجة هو الأسهل والأقرب لكل المدربين اللي بتيجي نادي الأهلي، فدي اللي خلته بيشارك في الفترة الأخيرة. لكن محمد طاهر خلص كل اللي عنده، خلص كورة بما تعنيه الكلمة من معاني. اللاعب الرابع وهو كوكا، صاحب اللقطة الشهيرة وصاحب مباراة القمة اللي اتعملت باسمه، انه حط اخوان بزيرة في جيبه خارج النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي مبقاش شايف إن اللعيبة دول يليقوا باسم ومكانة النادي الأهلي. هم كان ليهم وقت يليقوا بالنادي الأهلي، لكن أصبح النادي الأهلي حاليا صاحب ميزانية كبيرة جدا، وأصبح قادر إنه يجيب لعيبة بكواليتي أعلى وأعلى وأعلى من اللعيبة دول بكتير. وشفنا كواليتي وسام أبو علي اللي رحل، واللي الأهلي من وقت رحيله في أزمة في منطقة الهجوم، وأصبح الأهلي في الهجوم بدون هوية منذ رحيل وسام أبو علي، اللاعب والمهاجم الفلسطيني اللي راح الدوري الأمريكي. كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، الكابتن الخلوق وليد صلاح الدين، الكابتن في تصريحات للعيبة بلهجة قاسية جدا، فكرهم من تاني بالغرامات اللائحة الجديدة اللي وضعها الكابتن وليد صلاح الدين، بتنص إن في حال خسارة الأهلي أو التعادل في أي مباراة خصم 1,000,000 جنيه من أي لاعب. والكابتن وليد صلاح الدين أكد لهم إنه في حالة خسارة أو أي تعثر هيحصل في مباريات بطولة السوبر المصري القادمة بإذن الله في الإمارات، هيكون في خصومات وهيكون في عقوبات مشددة جدا جدا على اللعيبة. مش بس هيكتفي بال1,000,000 جنيه، لا، هيكون في خصومات، وهيكون في خصومات خاصة بالبطولة دي، لأن البطولة هتفرق مع النادي الأهلي في الوقت الحالي. نيجي للفلسطيني عمر فرج. الفلسطيني عمر فرج لاعب نادي الزمالك خلص إعارته، يمكن بعض أو كل جمهور نادي الزمالك ما خدش باله، لا، الفلسطيني عمر فرج المهاجم في نادي الزمالك خلص إعارته، لكن مش بنشوفه في أي قائمة حتى لأي مباراة. يعني اللعيب ممكن يبقى في القائمة بديل، ممكن يبقى في القائمة أو ما يدخلش قائمة المباراة، ممكن يبقى من ضمن اللعيبة بنشوفها التدريبات، احنا مش بنشوف له صورة حتى. اللعيب اللي انت مش دافع فيه فلوس قليلة، لما مدفوع فيه 1,100,000 دولار، إلا إن عمر فرج مش بيشارك ولا حتى بديل، مش بنشوفه. يعني عمر فرج انت بتدفع له قيمة تعاقد معاه من غير ما تستفاد بيه أي إفادة، لكن انت مجبر تدفع له لأن دي قيمة تعاقد معاه. هل الزمالك في الفترة الجاية يمشي عمر فرج؟ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.